السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهاردة بقى هعمل صينية سمك سنجاري، حاجة كده طعمة وجميلة وسهلة وبسيطة. هي عبارة عن سمك مكاريل، اللي هو السمك البلاميطة، والبطاطس مقطعة رنشات، وبصل وفلفل وطماطم وتومة. سمي بسم الله. دي البهارات: ملح وفلفل وشطة وكمون وسبع بهارات. التومه دي بقى حط عليها جميع البهارات دي. بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى كده مع بعض. واجيب السمك بقى كده اهو. احط انا بقى البصل كده والطماطم والفلفل والثومه اللي انا عملتها كده اهي. عصير ليمون. طبعا انا حشيت سمكه في الاول كده، بس يعني رجعت قلت اما اخلط كله مع بعضه احسن. طبعا السنجاري بيحب الليمون الكتير، يبقى جميل قوي وطعم اهو. خلطة تحفة تحفة تحفة، وريحتها بقى تحفة بجد. تحفة، ريحتها فظيعة فظيعة. فتحت بقى السمك اهو. برضو الحشو ده برضو اهو. بسم الله. اهي. انزل بقى عليها بشوية زيت حلوين كده. بسم الله. وده بقى الرز. حمرت لسان العصفور
احمر اهو. بسم الله. نزلت بالرز اهو. طبعا ما عندكيش شعريه، حط لسان عصفور حمريه، بس يعني ما تقفيش على حاجه. ما فيش شعريه يبقى في لسان عصفور. وهي ولاد احلى صينيه سمك ممكن تاكلوها، في طعمها خطير 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 بجد، مش قادره اوصف لكم قد ايه جميله، وريحتها تحفه تحفه تحفه. تجربيها بقى بالسمكه المكاريل، تجربيها بالسمك الشبار، تجربيها بالبوري، تجربيها باي نوع سمك، تحفه تحفه تحفه. وده الرز الابيض اهو، اهو رز كده بلسان العصفور، حاجه كده تحفه وقمر قمر. والف هنا وشفا على اللي اكل، والف هنا وشفا للي شاف. ولو كانت الطريقه دي عجباكم، ارجو بقى اشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد من يوميات دمياطيه. ومع السلامه حبايبي.